في قرية نائية تقع بين جبال شاهقة وأشجار كثيفة، عرف عن تلك القرية أنها قريبة من مقبرة مهجورة، حيث قيل أن الأرواح تنتفض في الليل. كان السكان يخشون الاقتراب منها حتى في وضح النهار. أحد الأيام قرر مجموعة من الشباب الفضوليين الذين كانوا يسعون للإثارة والتحقيق في الأساطير المحيطة الذهاب إلى المقبرة ليلاً. كان اسم زعيمهم عمر، شاب جريء ودائما ما يسعى لما هو خارج عن المألوف. مع حلول الظلام انطلق عمر وأصدقاؤه ليشقوا طريقهم عبر الغابة بصوت الفروع المتحطمة والأخشاب المتهشمة تحت أقدامهم. كان القمر بدرا يلقي بظلال غريبة على المسار. بمجرد دخولهم إلى حقل القبور شعروا بتغير في الجو. كانت الرياح تعوي بصوت يشبه الهمس الخافت، وأشجار السرو الطويلة تتمايل كما لو كانت ترحب بهم. هل تسمعون ذلك؟ تساءل سامي أحد الأصدقاء بقلق واضح. وقبل أن يتمكن الآخرون من الرد، سمع صوت ضحكة خافتة تلاها همسات غير مفهومة بلغة غريبة. تسمر الأصدقاء يصرخ بأصدقائه للهرب، لكن الطريق إلى الخارج بدا وكأنه يتلاشى في الظلام. بدأت الأشكال تقترب، مظهرة وجوها مشوهة بعينين تتألقان في الظلمة. في اللحظة الأخيرة وجد عمر وأصدقاؤه مخرجا ضيقا كانوا قد دخلوا منه، وركضوا بأقصى سرعتهم كما لو كانت الأرواح الشريرة تلاحقهم. عادوا إلى القرية منهكين ومرعوبين، يقسمون أنهم لن يقتربوا مجددا من المقبرة. يروون قصتهم لأهالي القرية الذين ظنوا أنها واحدة من الأساطير القديمة. لكن في يوم من الأيام عثر أحد السكان على قلادة لأحد الشبان ملقاة بجوار حافة المقبرة، مما جعل الجميع يتساءل عن مدى حقيقة تلك الليلة المخيفة، وما إذا كانت الأرواح المظلمة ستظل تطاردهم إلى الأبد.